الفرق بين المدارس الناشونال والانترناشونال؟ في الكام سنة اللي فاتوا كده ظهرت شوية أنظمة تعليمية ومدارس جديدة منهم الناشونال والانترناشونال، وده بخلاف طبعا المدارس الأساسية يعني الخاص والحكومي والتجريبي، وبقت الأهالي بتتسابق عشان تدخل عيالها المدارس الجديدة الانترناشونال واللي بتبقى بأسعار وأرقام خرافية. طب هو إيه أصلا المدارس الانترناشونال والناشونال وإيه الفرق بينهم؟ ويفرقوا إيه يعني عن التعليم الحكومي بتاعنا؟ تعالى بقى وأنا أقولك، بس الأول اعمل لايك للفيديو ده وفولو للبيج عشان تشوف باقي الفيديوهات. المدارس الناشونال هي مدارس خاصة بتخضع للحكومة المصرية، أما المدارس الانترناشونال بتتبع حكومة دولة تانية من حيث اللغة والنظام التعليمي، زي المدارس الألمانية اللي بتتبع الحكومة الألمانية والمدارس البريطانية اللي بتتبع الحكومة البريطانية. بس سواء الناشونال أو الانترناشونال فالاتنين بيصنفوا إنهم تعليم ذو تكلفة باهظة، الأهالي معاها فلوس تدفع من الآخر يعني. بس ليه بقى الأهالي بتدفع كل ده؟ أولا عشان مناهج التعليم نفسها وطريقتها، يعني مناهج المدارس الناشونال هي نفس مناهج وزارة التربية والتعليم المصرية، بس بيضيفوا لها شوية مناهج إضافية خاصة بالتعليم وطرق أفضل شوية زي مناهج أكسفورد وماكميلان، وبيهتموا باللغة التانية والتالتة في سن صغير جدا عند الأطفال. أما بقى مدارس الانترناشونال الطلاب فيها بقى بيتعلموا مناهج مختلفة تماما، وحتى نظام الامتحانات مختلف ومواعيد الامتحانات عندهم مختلفة، والتدريس بيكون بلغة تانية معينة وهي مش بتخضع لوزارة التربية والتعليم. طب أيوة برضو، يعني ليه في ناس بتختار تودي عيالها مدارس ناشونال وناس بتختار الانترناشونال؟ بص يا سيدي، واقعيا كل اللي معاهم فلوس بيودوا انترناشونال. طبعا فرق المصروفات الدراسية والأسعار بين الاتنين كبير شويتين تلاتة، بس خلينا نقول إن المدارس الانترناشونال ليها شوية مميزات عن الناشونال. أولها إن فعلا نظام التعليم فيها مختلف تماما عن الأنظمة التعليمية اللي في مصر، بتركز على اللغة والمهارات الفكرية بشكل أساسي، ومن بعده مهارات البحث العلمي، وده بداية من مرحلة الطفولة. مش بس كده، دي كمان بتتيح للطالب فرص للسفر للدولة الأم اللي هي صاحبة النظام التعليمي اللي هم بيتعلموا بيه، يعني ألماني، فرنساوي، إنجليزي، وبيكون عنده فرص أكتر إنه يدرس في جامعات بره، وده طبعا بيوفر فرص عمل مختلفة وكتيرة وفوق خالص. ده غير بقى الكوميونيتي اللي بيبقى فيه الطفل، اللي أصلا موضوع الكوميونيتي ده بيبقى هدف الأهالي من دفع دم قلبها. طب هتيجي تسألني، هل معنى كده إن المدارس الناشونال ملهاش مميزات؟ لا طبعا ليها كتير، أهمها إنها أفضل بكتير من التعليم الحكومي، وبرضه بتهتم باللغة وبجودة التعليم، وبتكون أقل تكلفة من المدارس الانترناشونال، يعني ممكن تكون نوعا ما مناسبة للطبقات الفوق المتوسطة. بس عيوب المدارس دي برضه إن سعرها غالي جدا زي ما قلنا، وأحيانا برضه موضوع اللغة العربية فيها بيبقى ضعيف حبتين، بس للأسف الكلام ده ما بقاش يفرق مع ناس كتير. انت بقى قول لنا لو تعرف حد عنده عيال ناوي يدخلهم مدارس ايه بالظبط، واعمل لايك وفولو وشير للفيديو ده.